بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، متابعي قناة سلام الإعلامية المباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية إسلامية عاطرة، وأرجو لكم أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم وأنتم تتابعون برامج وفقرات قناة سلام الإعلامية المباركة أن تكونوا دوما في أمان الله وحفظه. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. بهذه الآيات المباركات والآية المباركة دوما نفتتح هذا البرنامج ونختتم بها، وأسأل الله دوما أن يجمعنا وإياكم على ما يحب ويرضى. هذه هي الحلقة 130 بحمده تعالى في هذه القناة المباركة في برنامج مع اللغة العربية. في الحلقة السابقة يا عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة بدأنا نتصفح كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة رحمه الله، وذكر ابن قتيبة في مقدمته ما ينبغي توافره وفي الكاتب الذي يريد أن يكتب شيئا، ولأننا نعاني مشكلة الكتابة في هذا العصر، فابن قتيبة وضع جملة من الأشياء التي من المهارات التي ينبغي توفرها في أي كاتب. ولذلك ارتأيت أن نسير على هذا النهج في تصفح وقراءة ما يمكن قراءته في هذا الكتاب، عسى ولعل تفيدنا نحن وإياكم جميعا، خاصة الذين يكتبون باللغة العربية. الكتاب طبعا ضم جملة من الأبواب. اليوم سنقرأ عددا من الأبواب، وفي باب معرفة ما يضعه الناس في غير موضعه. يقول ابن قتيبة رحمه الله: من ذلك أشفار العين، يذهب الناس إلى أنها الشعر النابت على حروف العين، وهذا غلط. إنما الأشفار حروف العين التي ينبت عليها الشعر، والشعر هو الهدب. وقال الفقهاء المتقدمون: في كل شفر من أشفار العين ربع الدية، يعنون في كل جفن، وشفر كل شيء حرفه، وكذلك شفيره، ومنه يقال شفير الوادي وشفر الرحم. فإن كان أحد من الفصحاء سمى الشعر شفرا فإنما سماه بمنبته، والعرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا كان مجاورا له أو كان منه بسبب على ما يبين أو ينبت لك في باب تسمية الشيء باسم غيره. ومن ذلك حمأة العقرب والزنبور، يذهب الناس إلى أنها شوكة العقرب وشوكة الزنبور التي يلسعان بها، وهذا غلط. إنما الحمة سمها وضرهما، وكذلك هي من الحية لأنها سم. ومنه قول ابن سيرين: يكره الترياق إذا كان فيه الحمى، يعني بذلك السم، وأراد لحوم الحيات لأنها سم. ومنه قوله: لا رقية إلا من نملة أو حمة أو نفس. فالنملة قروح تخرج في الجنب، تقول المجوس إن ولد الرجل إذا كان من أخته ثم خط على النملة يشفي صاحبها. قال الشاعر: ولا عيب فينا غير عرق لمعشر كرام، وأن لا نخط على النمل. يريد أن لسنا بمجوس ننكح الأخوات. والنفس العين، يقال أصابت فلان نفس، والنافس العائن. والحمة لكل هامة ذات سم. فأما شوكة العقرب فهي الإبرة. ومن ذلك الطرب،
يذهب الناس إلى أنه في الفرح دون الجزع. الطرب يذهب الناس إلى أنه في الفرح دون الجزع، وليس كذلك، إنما الطرب خفة تصيب الرجل لشدة السرور أو لشدة الجزع. قال الشاعر وهو النابغة الجدعي: وأراني طربا في إثرهم طرب الواله أو كالمختبل. يعني الطرب تمشي على الفرح والحزن. وقال آخر: يقولن لقد بكيت فقلت كلا، وهل يبكي من الطرب الجليد. ومن ذلك الحشمة يضعه الناس الحشمة يضعها الناس موضع الاستحياء. قال الأصمعي: وليس كذلك، إنما هي بمعنى الغضب. الحشمة بمعنى الغضب. وحكى عن بعض فصحاء العرب أنه قال: إن ذلك لمما يحشم بني فلان، أي يغضبهم. قال الأصمعي: ونحو من هذا قول الناس زكنت الأمر، يذهبون فيه إلى معنى ظننت وتوهمت، وليس كذلك، إنما هو بمعنى علمت. يقال زكنت الأمر أزكنته، أي علمته وخبرته. ويقال كذلك القافلة. يقال القافلة يذهب الناس إلى أنها الرفقة في السفر، ذاهبة كانت أو راجعة، وليس كذلك، إنما القافلة الراجعة من السفر. يقال قفلت فهي قافلة، وقفل الجند من مبعثهم أي رجعوا. ولا يقال لمن خرج إلى مكة من العراق قافلة حتى يصدروا، ومن ذلك ما ذكرنا. يقال المأتم، يذهب الناس إلى أنه المصيبة، ويقولون كنا في مأتم، وليس كذلك، إنما المأتم النساء يجتمعن في الخير والشر، والجمع مآت، والصواب أن يقولون كنا في مناحة، وإنما قيل لها مناحة من النوائح لتقابلهن عند البكاء. يقال الجبلان يتناوحان إذا تقابلا، وكذلك الشجر. قال الشاعر: عشية قام النائحات وشققت جيوب بأيدي مأتم وخدود، أي بأيدي نساء. يقال فلان يتصدق، أي إذا أعطى، وفلان يتصدق إذا سأل، وهذه غلط، والصواب فلان يسأل، وإنما المتصدق المعطي. قال الله تعالى: وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين، في سورة يوسف. ويقولون الحمام، يذهب الناس إلى أنه الدواجن التي تستفرخ في البيوت، وذلك غلط، إنما الحمام ذوات الأطواق وما أشبهها مثل الفواخت والقماري والقطا. قال ذلك الأصمعي، ووافق عليه الكسائي. قال حميد بن ثور الهلالي: وما هاج هذا الشوق إلا حمامة دعت ساق حر ترحة وترنما. فالحمامة هنا قمرية. وقال النابغة الذبياني: وأحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام شراع وارد الثمد. ويقولون الربيع، يذهب الناس إلى أنه الفصل الذي يتبع الشتاء، ويأتي فيه الورد والنور،
ولا يعرفون الربيع غيره، والعرب تختلف في ذلك، فمنهم من يجعل الربيع الفصل الذي تدرك به الثمار وهو الخريف، وفصل الشتاء بعده، ثم فصل الصيف بعد الشتاء وهو الوقت الذي تدعوه عامة الربيع، أي العامة يدعونه الربيع، ثم فصل الغيض بعده وهو الوقت الذي تدعوه العامة الصيف. ومن العرب من يسمي الفصل الذي تدرك فيه الثمار وهو الخريف الربيع الأول، ويسمي الفصل الذي يتلو الشتاء وتأتي فيه الكمأة والنور الربيع الثاني، وكلهم مجمعون على أن الخريف هو الربيع وليس كما يسميه العامة. يقولون الظل والفيء، يذهب الناس إلى أنهما شيء واحد، وهذا ليس كذلك، لأن الظل يكون غدوة وعشية ومن أول النهار إلى آخره، ومعنى الظل الستر، ومنه قول الناس أنا في ظلك، أي في ذراك وسترك، ومنه ظل الجنة وظل شجرها، إنما هو سترها ونواحيها، وظل الليل سواده لأنه يستر كل شيء. قال ذو الرمة قد أعسف النازح المجهول معسفه في ظل أخضر يدعو هامه البوم، أي في ستر ليل أسود، فكأن معنى ظل الشمس ما سترته الشخوص من مسقطها، والفيء لا يكون إلا بعد الزوال، ولا يقال لما قبل الزوال فيء، وإنما سمي بالعشي فيئا لأنه ظل فاء عن جانب إلى جانب، أي رجع من جانب المغرب إلى جانب المشرق، والفيء هو الرجوع، ومنه قوله عز وجل حتى تفيء إلى أمر الله، أي ترجع إلى أمر الله. قال امرؤ القيس تيممت العين التي عند ضارج يفيء عليها الظل عرمضها طامي، أي يرجع عليها الظل من جانب إلى جانب، فهذا يدلك على معنى الفيء. يقولون الآل والسراب، لا يكاد الناس يفرقون بينهما، وإنما الآل أول النهار وآخره، والسراب أي آخره الذي يرفع عنه كل شيء، وسمي آلا لأن الشخص هو الآل، فلما رفع الشخص قيل هذا آل قد بدا وتبين. قال النابغة الجعدي حتى لحقنا بهم تعدي فوارسنا كأننا رعن قف يرفع الآلة. يقولون الدلج يذهب الناس إلى أنه الخروج من المنزل في آخر الليل، وليس كذلك، إنما الدلج سير الليل. قال الشاعر يصف إبلا كأنها وقد براها الأخماس، ودلج الليل وهاد قياس، ومرج الصفر وماج الأحلاس، شرائج النبع براها القواس. لا نزال أيها الإخوة والأخوات نتصفح كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة، ونتتبع في قول ما يقوله الناس بالغلط، ونصحح ما راج عند الناس من أغلاط. هذه قناة سلام الإعلامية المباركة. يقولون العرض، يذهب الناس إلى أنه سلف الرجل من آبائه وأمهاته، وأن القائل إذا قال شتم عرضي فلان إنما يريد شتم آبائي وأمهاتي
وأهل بيتي، وليس كذلك. إنما عرض الرجل نفسه، ومن شتم عرض رجل فإنما ذكره في نفسه بالسوء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة: لا يبولون ولا يتغوطون، إنما هو عرق يخرج من أعراضهم أي من أنفسهم مثل المسك، يريد يجري من أبدانهم. ومنه قول أبي الدرداء: أقرض من عرضك ليوم فقرك، يريد من شتمك فلا تشتمه، ومن ذكرك بسوء فلا تذكره، ودع ذلك عليه قرضا لك ليوم القصاص والجزاء. ولم يرد أقرض عرضك من أبيك وأمك وأسلافك، لأن شتم هؤلاء ليس إليه التحليل منه. ويقولون العترة يذهب الناس إلى أنها ذرية الرجل خاصة، وأن من قال عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما يذهب إلى ولد فاطمة رضي الله عنها، وعترة الرجل ذريته وعشيرته الأدنون من مضى منهم ومن غبر. ويدلك على ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه: نحن عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خرج منها، وبيضته التي تفقأت عنه، وإنما جيبت العرب عنا كما جيبت الرحى عن قطبها. ولم يكن أبو بكر رضوان الله عليه ليدعي بحضرة القوم جميعا ما لا يعرفه من ذلك. يقولون الخلف والكذب لا يكاد الناس يفرقون بينهما، والكذب فيما مضى وهو أن يقول فعلت كذا وكذا ولم يفعله، والخلف فيما يستقبل وهو أن تقول سأفعل كذا وكذا ولا تفعله. من ذلك يقولون الجاعرة، يذهب الناس إلى أنها حلقة الدبر، ومنها تحتمل أن تسمى جاعرة لأنها تجعر أي تخرج الجعر، ولكن العرب تجعل الجاعرتين من الفرس والحمار موضع الرقمتين في مؤخرة الحمار. قال كعب بن زهير يذكر الحمار والأتن: إذا من تحاهن شؤبوبه رأيت لجاعرتيه غضونا. ويقولون الفقير والمسكين لا يكاد الناس يفرقون بينهما، وقد فرق الله تعالى بينهما في آية الصدقات، فقال جل ثناؤه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وجعل لكل صنف سهما، والفقير الذي له البلغة من العيش، أما المسكين الذي لا شيء له. قال الراعي: أما الفقير الذي كانت حلوته وفق العيال فلم يترك له سبدا. يقولون الخائن والسارق لا يكاد الناس يفرقون بينهما، فالخائن الذي اؤتمن فأخذ فخان، والسارق من سرق سرا بأي وجه كان. ويقال كل خائن سارق، وليس كل سارق خائنا. والغاصب الذي جاهرك ولم يستتر، والقطع في السرق دون الخيانة والغضب. من ذلك يقولون البخيل واللئيم، يذهب الناس إلى أنهما سواء، وليس كذلك، إنما البخيل الشحيح الضنين، أما اللئيم الذي جمع الشح ومهانة النفس ودناءة الإباء. يقال
كل لئيم بخيل وليس كل بخيل لئيما. قال أبو زيد: الملوم الذي يلام ولا ذنب له، والمليم الذي يأتي ما يلام عليه. قال الله عز وجل: فالتقمه الحوت وهو مليم. والملآم الذي يقوم بعذر اللئام. يقولون التلاد والتليد، لا يفرق الناس بينهما، فالتليد ما ولد عند غيرك ثم اشتريته صغيرا فبنت فنبت عندك، هذا هو التليد. التليد ما ولد عند غيرك ثم اشتريته صغيرا فنبت عندك. أما التلاد ما ولد عندك. ومنه حديث شريح في رجل اشترى جارية وشرطوا أنها مولدة فوجدها تليدة فردها، فالمولودة بمنزلة التلاد وهما ما ولد عندك. والتليدة في حديث شريح التي ولدت ببلاد العجم وحملت صغيرة فنبتت ببلاد الإسلام. يقولون الحمد والشكر، الناس لا يفرقون بين الحمد والشكر، لا يفرق الناس بينهما. فالحمد هو الثناء على الرجل بما فيه من حسن، تقول: حمدت الرجل إذا أثنيت عليه بكرم أو حسب أو شجاعة وأشباه ذلك. أما الشكر له الثناء عليه بمعروف أو لاكه. وقد يوضع الحمد موضع الشكر، فيقال: حمدته على معروفه عندي، ثم يقال: شكرت له. ولا يوضع الشكر موضع الحمد، فيقال: شكرت له على جشاعته. من ذلك كذلك الجبهة والجبين، لا يكاد الناس يفرقون بينهما. فالجبهة مسجد الرجل الذي يصيبه ندب السجود، والجبينان يكتنفانهما من كل جانب جبين. ومن ذلك اللبة، يذهب الناس إلى أنها النقرة التي في النحر، وذلك غلط. إنما اللبة المنحر، فأما النقرة فهي الثقرة. مشاهدي الكرام، نتوقف قليلا ثم أعود إليكم في هذه الحلقة لنقلب ما يقال صحيحا وما يقال خطأ، وذلك نقلا من كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة. كونوا معنا مشاهدين الكرام. أيها الإخوة والأخوات المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الجزء الثاني من هذه الحلقة، وفيها نستعرض من كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة. نتحدث أو نقرأ من باب أصول أسماء الناس. وحدين يفتكروا الأسماء هذه تأتي كده عرضا، وأحيانا هناك من لا يعرف معنى اسمه. فعزيزي المشاهد، ربما تجد اسمك في هذه الأسماء وأصولها، فلعلها سانحة طيبة أيها الإخوة والأخوات. باب أصول أسماء الناس. المسمون بأسماء النبات، يعني في ناس مسمون بأسماء النبات، وفي ناس بأسماء الحيوانات برضو، وفي أسماء بأسماء الطبيعة، وهكذا يعني. فثمامة واحدة الثمام، وهي شجر ضعيف له خوص أو شبيه بالخوص، وربما حشي به خصاص البيوت. قال عبيد بن الأبرص: عيوا بأمرهم كما عيت بيضتها الحمامة، جعلت لها عودين من نشم وآخر
من ثمامة، والحمامة هنا القمرية. ويسمون سمر واحدة السمر، وهو شجر، أي شجر أم غيلان. ويسمون طلحة واحدة الطلح، وهو شجر عظام من العضاء. ويسمون سيابة واحدة السياب، وهو البلح، والسياب شاعر عراقي معروف على سبيل المثال. ويسمون كذلك عرادة واحدة العراد، وهي شجر. ويسمون مرارة واحدة المرار، وهو نبت إذا أكلته الإبل قلصت عنه مشارفها، ومنه قيل بنو آكل المرار. ويسمون كذلك شقر واحدة الشقر، وهو شقائق النعمان. ويسمون كذلك علقمة واحدة العلقم، وهو الحنظل. ويسمون حمزة. قال حدثني زيد بن أخرم الطائي قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن جابر عن أبي نضرة عن أنس بن مالك أنه قال كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقلة، يعني حمزة بقلة، كنت أجتنيها، وكان يكنى أبا حمزة. وقد ذكرت هذا في كتابي غريب الحديث، كما يقول ابن قتيبة، بأكثر من هذا البيان. يسمون قتادة واحدة القتاد، وهو شجر له شوك، وبه سمي الرجل. يسمون كذلك سلم واحدة السلم، وهي شجرة الأرطى، وبها سمي الرجل. والسلم من العضاء، وسلم إذا كسرت اللام فهو حجر واحد السلام. المسمون بأسماء الطير يقولون هوذا القطاء، وبها سمي الرجل. ويقولون القطامي بفتح القاف أو ضمها، ويعني الصقر، وهو مأخوذ من القطم، وهو الشهوان للحم وغيره. يقال فحل قطم إذا كان يشتهي الضرار. ويسمون كذلك اليعقوب، وهو ذكر الحجل، واسم الرجل أعجمي وافق هذا الاسم من العربي، إلا أنه لا ينصرف، وما كان على هذا المثال من العربي فإنه ينصرف، أي لا يكون ممنوعا من الصرف، نحو يربوع ويعسوب ويعقوب، لأنه وإن كان مزيدا في أوله فإنه لا يضارع الفعل، وهو غير مختلف في صرفه إذا كان معرفة. يقولون الهيثم، وهو فرخ العقاب. ويقولون السعدانة، وتعني الحمامة. ويقولون عكرمة، ومعنى العكرمة الحمامة. المسمون بأسماء السباع عنبس، ويعني الأسد، وهو فنعل من العبوس، وبه سمي الرجل. ويقولون أوس، ويعني الذئب، وبه سمي الرجل. ويقال بل بالعطية، يقال أست الرجل أوئسه أوسا إذا أعطيته. قال الشاعر فلأحشينك مشقصا أوسا أويس من الهبالة. يسمون كذلك حيدرة بالتاء المربوطة، ويعني الأسد،
ومنه قول علي عليه السلام: أنا الذي سمتني أمي حيدرا. ويسمون كذلك فرافصة بضم الفاء ويعني الأسد، سمي الرجل بذلك لشدته. ويسمون كذلك ذؤالة ويعني الذئب، وبه سمي الرجل. وهنالك جملة من الأسماء: أسامة تعني الأسد، ثعلبة أنثى الثعالب، هيصم الأسد، هرثمة الأسد، الهرماس الأسد، الضيغم الأسد، الدلهمس الأسد، الضرغامة والضرغام الأسد، نهشل الذئب من النهش، كلثوم وتعني الفيل. المسمون بأسماء الهوام، والهوام هنا من الهوم وهوم الأرض ما في بطنها في بعض اللغات، وفي الحديث: اجتنبوا هوم الأرض فإنها مأوى الهوام. من المسمون بأسماء الهوام الحنش، وتعني الحية، عند أهلنا اليمنيين كثير أبو حنش، ويقول الحنش الحية، وبه سمي الرجل حنشا. والحنش أيضا كل شيء يصاد من الطير والهوام، يقال: حنشت الصيد إذا صدته. ويقولون أو يسمون شبث، والشبث دابة تكون في الرمل، وجمعها شيبان، أي عفوا شبثان. يسمون شبث وتعني الدابة تكون في الرمل، وجمعها شبثان، سميت بذلك لتشبثها بما دبت عليه. قال الشاعر: ترى أثره في صفحتيه كأنه مدارج شبثان لهن هميم. ويسمون كذلك جندب وتعني الجرادة، وبه سمي الرجل. ويسمون الذر جمع ذرة، وهي أصغر النمل. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، أي وزن ذرة. وبها سمي الرجل ذرا، وكني أبا ذر. ويسمون العلس وهو القراد، وبه سمي المسيب ابن علس. ويسمون الأراقم بنو جشم، وناس من تغلب اجتمعوا فقال قائل: كأن أعينهم أعين الأراقم. والأراقم تعني الحيات، واحدها أرقم. يسمون كذلك الفرعة، وهي القملة، وتصغيرها فريعة، ومنه حسان بن الفريعة. المسمون بالصفات وغيرها: النجاشي هو الناجش، والنجش استثارة الشيء، ومنه قيل للزائد في ثمن السلعة ناجش ونجاش، ومنه قيل للصياد ناجش. وقال محمد بن إسحاق: النجاشي اسمه أصحم، وهو بالعربية عطية، وإنما النجاشي اسم الملك كقولك هرقل وقيصر. ولست أدري أبا لعربية هم، أو لعربية هو، أم وفاق وقع بين العربية وغيرها. ويسمون كذلك علاثة، علاثة مأخوذ من علف الطعام يعلثه إذا خلط به شعيرا أو غيره.
ويسمون كذلك مرثد، مأخوذ من رثدة المتاع إذا نضدت بعضه على بعض. ويسمون كذلك الشوذب، ويعني الطويل، وحوشب يعني العظيم البطن. ويسمون خلبس، ويعني الشجاع، ويقال بل هو الملازم للشيء لا يفارقه. ويسمون كذلك الصمت، ويعني الشجاع، وجمعه صمم. ويسمون كعابة من الكعوب، وهو الغبار. لا زلتم مشاهدين الكرام مع حلقة في برنامج مع اللغة العربية، ونستعرض لكم جانبا مما كتبه في أدب الكاتب ابن قتيبة رحمة الله عليه. يسمون كذلك النصاح، ويعني الخيط، لأنه ينصح به الثوب أو يخاط به. ومن الأسماء التي أو نتعدى الأسماء فندخل إلى أسماء من غير الأوصاف. نعم، من الأسماء الشهيرة عمرو، واحد عمور الأسنان، وهو ما بينها من اللحم، وعمرو الإنسان، وعمر واحد. يقال أطال الله عمرك وعمرك. ومنه يقال لعمرك إنما هو الحلف ببقاء الرجل، لعمر الله هو قسم ببقائه عز وجل ودوامه. ويسمون السام، ويعني عروق الذهب، واحدها سام، وبها سمي سامة بن لؤي. ويسمون الفرزدق، وتعني قطع العجين، واحدها فرزدق، وهو لقب له لأنه كان جهم الوجه. ويسمون الجرير، شعراء المعروفين الفرزدق وجرير والأخطل. الجرير، الجرير هو حبل يكون في عنق الدابة أو الناقة من أدم، وبه سمي الرجل جريرا. ويسمون الأخطل من الخطل، وهو استرخاء الأذن، ومنه قيل لكلاب الصيد خطظ. ويسمون دعبل، وتعني الناقة الشارف. يسمون ذو الرمة أو ذو الرمة، والرمة الحبل البالي. ويسمون ابن حلزة، والحلزة القصيرة. ويسمون ابن الإطنابة، والإطنابة المظلة، وهي أيضا السير الذي على رأس وتر القوس. سمون كذلك الطرماح، والطرماح يعني الطويل، يقال طرمح البناء إذا أطال. ويسمون المصعب، وهو الفحل من الإبل، وبه سمي الرجل مصعبا. يسمون كذلك مهلهل، من هلهلت الشيء إذا رققته. ويقال إنما سمي مهلهلا لأنه أول من أرق الشعر. ويقال ثوب هلهال إذا كان رقيقا سخيفا أو خلقا باليا. يسمون قريش من التقرش، وهو التكسب من التجارة. يقال قرش يقرش، ويقرش إذا كسب وجمع، وكانت قريش معروفة بالتجارة يعني. يسمون كذلك دارم، وهي من الدرمان، وهو تقارب الخطو. وروي أن دارم ابن مالك كان يسمى بحر، فأتى أباه قوم في حمالة فقال له يا بحر ائتني بخريطة،
وكان فيها مال، فجاءه بها يحملها وهو يدرم تحتها من ثقلها، فقال: قد جاءكم يدرم، فسمي دارما بذلك. ويسمون كذلك النوفل، وتعني العطية، وهي من تنفلت إذا ابتدأت العطية من غير أن تجب عليك. ومنه قيل لصلاة التطوع نافلة، وبها سمي الرجل نوفلا. مضر، هذه من الأسماء المشهورة عند العرب طبعا، سمي بذلك لبياضه. ومضيرة الطبيخ، ويقال بل المضيرة من اللبن الماضر وهو الحامض لأنها تطبخ به. يسمون ربيعة، وتعني بيضة السلاح، وبها سمي الرجل. يسمون كذلك فارعة من أسماء النساء. هذا الاسم طبعا ما مشهور في زماننا، فارعة، لكن تقول بنت فارعة وشجرة فارعة وما إلى ذلك. العرب زمان كانوا يسمون بهذا الاسم فارعة من أسماء النساء، وهو مأخوذ من قولك فرعت القوم إذا طلتهم، طلت عليهم. يسمون كذلك عاتكة، وتعني القوس إذا قدمت واحمرت، وبها سميت المرأة. يسمون ريطة، وتعني الملاءة، وبها سميت المرأة. يسمون الرباب، وتعني سحاب، وبه سميت المرأة. وروى نقلة الأخبار أن طيئا أول من طوى المناهل، فسمي بذلك واسمه جلهم. وأن مرادا تمردت فسميت بذلك، واسمها يحابر. ولست أدري كما يقول ابن قتيبة كيف هذان الحرفان، ولا أنا من هذا التأويل فيهما على يقين. باب آخر من صفات الناس. صفات الناس، نقول رجل معربد في سكره، وهو مأخوذ من العربد. والعربد والعربد حية تنفخ ولا تؤذي. نقول رجل وغد، وهو الدنيء من الرجال، وهو من قولك وغدت القوم أغدهم إذا خدمتهم. يقولون رجل متيم، أي تيمه الحب، أي عبده واستعبده. ومنه تيم اللات، كأنه عبد للات. يقولون رجل جميل، قالوا أصله من الودك. يقال اتمل الرجل إذا أذاب الشحم وأكله. والجميل الودك بعينه. ووصف الرجل به يراد أنما السمن يجري في وجهه. وحتى بالكلام نقول بكلام التجريت ودك بدلا عن ودك، وأعتقد هو يعني الشحم. والمصلوب أيضا من الصليب، وهو الودك. يقال اصطحب الرجل إذا جمع العظام فطبخها ليخرج ودكها فيأتدم بها، يخرج شحمها. ومنه قول الكميت بن زيد: واحتل برك الشتاء منزله، وبات شيخ العيال يصطعب. وقال الهذلي: جريمة ناهض في رأس نيق، ترى لعظام ما جمعت صليبا. يقولون المخنث مأخوذ من الانخناث، وهو التكسر والتثني، ومنه سميت المرأة خنثا، ومنه الخنثى. يقولون امرأة مقلاة إذا لم يعش لها ولد، وهي على وزن مفعال من القلت، وهو الهلاك.
مثل مهلاك. وحكي عن بعض العرب أنه قال: إن المسافر ومتاعه لعلى قلة إلا ما وقى الله تعالى. يقولون الضيف مأخوذ من ضاف، أي عدل ومال، والإضافة الإمالة. يقولون رجل مأفون، أي كأنه مستخرج العقل، من قولك أفن فلان ما في الضرع إذا استخرجه. ويقولون رجل مأبون، أي مقروف بخلة من السوء، من قولك أبنت الرجل آبنه وآبنته. ويقولون رجل ماجد، ويعني الشريف، والكريم الصفوح، والسيد الحليم. هذه الأوصاف. إذا قلت ماجد فإنك تعني الشريف، الكريم الصفوح الذي يصفح، والسيد تعني الحليم، السفيه تعني الجاهل، والسفه هو الجهل. ويقولون الأريب، أديب أريب، يعني كلمة الأريب العاقل، والإرب العقل. يقولون رجل حسيب، الحسيب من الرجال ذو الحسب، والحسب العدد. يقال: حسبت الشيء حسبا وحسبانا وحسبانا وحسابا إذا عددته. والمعدود حسب، كما يقال: نفضت الورق نفضا، والمنفوض نفض. ومنه يقال: ليكن عملك بحسب كذا، أي على قدره وعدده، بفتح السين. فكأن الحسيب من الرجال الذي يعد لنفسه مآثر وأفعالا حسنة، أو يعد أباء أشرافا. في باب معرفة ما في السماء والنجوم والأزمان والرياح، يقول ابن قتيبة: السماء تعني كل ما علاك فأضلك. ومنه قيل لسقف البيت سماء، وللسحاب سماء. قال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا، يريد من السحاب. أما الفلك مدار النجوم الذي يضمها. قال الله عز وجل: وكل في فلك يسبحون، سماه فلكا لاستدارته. ومنه قيل فلكة المغزل، وقيل فلك ثدي المرأة. وللفلك قطبان، قطب في الشمال وقطب في الجنوب، متقابلان. ومجرة النجوم سميت مجرة لأنها كأثر المجر، ويقال هي شرج السماء، ويقال باب السماء. وبروج السماء واحدها برج، وأصل البروج الحصون والقصور. قال الله تبارك وتعالى: ولو كنتم في بروج مشيدة. وأسماؤها تلك البروج: الحمل، والثور، والجوزاء، والسرطان، والأسد، والسنبلة، والميزان، والعقرب، والقوس، والجدي، والدلو، والحوت. أما منازل القمر ف28 منزلا، ينزل القمر كل ليلة بمنزل منها. قال تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والعرب تزعم أن الأنواء لها، وتسميها نجوم الأخذ، لأن القمر يأخذ كل ليلة في منزل منها. أما الأزمنة 4 أزمنة: الربيع، وهو عند الناس الخريف، سمته العرب ربيعا لأن أول المطر يكون فيه، وسماه الناس خريفا لأن الثمار تخترف فيه. ودخوله عند حلول الشمس برأس الميزان. ونجومه من هذه المنازل: الغفر، الزبانة، الإكليل، القلب، الشولة،
والنعائم والبلدة، ثم الشتاء، ودخوله عند الشمس برأس الجد، ونجومه سعد الذابح، وسعد بلع، وسعد السعود، وسعد الأخبية، وفرغ الدلو المقدم، وفرع الدلو المؤخر، والرشاء. ثم الصيف، ودخوله عند حلول الشمس برأس الحمل، وهو عند الناس الربيع، ونجومه السرطان، والبطين، والثريا، والدبران، والقحع، والهنع، والذراع. ثم الغيض، وهو عند الناس الصيف، ودخوله عند حلول الشمس برأس السرطان، ونجومه النثرة، والطرف، والجبهة، والزبرة، والصرفة، والعواء، والسماك الأعزل. ومعنى النوء كما يرى ابن قتيبة سقوط نجم منها في المغرب مع الفجر وطلوع آخر يقابله في المشرق من ساعته، وإنما سمي نوءا لأنه إذا سقط الغارب ناء الطالع ينوء نوءا، وذلك النهوض هو النوء، وكل ناهض بثقل فقد ناء به. وبعضهم يجعل النوء السقوط كأنه من الأضداد، وسقوط كل نجم منها في 13 يوما، وانقضاء 28 مع انقضاء السنة، ثم يرجع الأمر إلى النجم الأول في استئناف السنة المقبلة. وكانوا يقولون إذا سقط منها نجم وطلع آخر وكان عند ذلك مطر أو ريح أو حر أو برد، نسبوه إلى الساقط إلى أن يسقط الذي بعده، فإن سقط ولم يعد معه مطر قيل قد خوى نجم كذا وقد أخوى. أما البراء هو آخر ليل من الشهر، سمي بذلك لتبرؤ القمر فيها من الشمس. أما المحاق 3 ليالي في آخر الشهر، سميت بذلك لإمحاق القمر فيها أو الشهر. والنحيرة آخر يوم من الشهر، لأنه ينحر الذي يدخل فيه، أي يصير في نحره. أما الهلال فهو أول ليلة والثانية والثالثة، ثم هو قمر بعد ذلك إلى آخر الشهر. يقولون ليلة السواء، ليلة 13، ثم ليلة البدر ل14، وسمي بدرا لمبادرته الشمس بالطلوع كأنه يعجبها المغيب، ويقال سمي بدرا لتمامه وامتلائه، وكل شيء تم فهو بدر. ومنه قيل ل10,000 درهم بدرا لأنها تمام العدد ومنتهاه، ومنه قيل عين بدرة أي عظيمة. سنقرأ قليلا ونتوقف عند ذلك بانتهاء هذه الحلقة. والعرب مشاهدي الكرام تسمي ليالي الشهر كل 3 منها باسم، فتقول كل 3 منها باسم، فتقول 3 غرر، جمع غرة، وغرة كل شيء أوله. وتقول 3 نفل، و3 تسع لأن آخر يوم منها اليوم التاسع، و3 عشر لأن أول يوم منها اليوم العاشر، و3 بيض لأنها تبيض بطلوع القمر من أولها إلى آخرها. وتقول 3 درع، وكان القياس درع، سميت بذلك لاسوداد أوائلها وبيضاض سائرها. ومنه قيل شاة درعاء إذا اسود رأسها وعنقها وابيض سائرها. وتقول 3 ظلم لإظلامها، و3 خنادس أو حنادس لسوادها، و3 دادي
لأنها بقايا، وثلاث محاق لانمحاق القمر أو الشهر. وللشمس مشرقان ومغربان، وكذلك للقمر. قال الله عز وجل: رب المشرقين ورب المغربين. فالمشرقان مشرقا الصيف والشتاء، والمغربان مغربا الصيف والشتاء. فمشرق الشتاء مطلع الشمس في أقصر يوم من السنة، ومشرق الصيف مطلع الشمس في أول يوم من السنة، والمغربان على نحو من ذلك. ومشارق الأيام ومغاربها في جميع السنة بين هذين المشرقين والمغربين. قال الله عز وجل: فلا أقسم برب المشارق والمغارب. وسمي النجم نجما بالطلوع، يقال نجم السن إذا طلع. ونجم النجم وسمي طارقا لأنه يطلع ليلا، وكل من أتاك ليلا فقد طرقك. ومنه قول هند بنت عتبة: نحن بنات طارق نمشي على النمارق. تريد أن أبانا نجم في شرفه وعلوه. قال الله عز وجل: وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. وسمي القمر قمرا لبياضه، والأقمر الأبيض، وليلة قمراء أي مضيئة. والفجر فجران، يقال لأول منهما ذنب السرحان، وهو الفجر الكاذب، شبه بذنب السرحان لأنه مستدق صاعد في غير اعتراض. والفجر الثاني هو الفجر الصادق الذي يستطير وينتشر، وهو عمود الصبح. ويقال للشمس ذكاء لأنها تذكو كما تذكو النار، والصبح ابن ذكاء لأنه من ضوئها. وقرن الشمس أعلاها أو أول ما يبدو منها في الطلوع، وحواجبها نواحيها، وإيات الشمس ضوءها. والدارة حول القمر يقال لها الهالة. أما الرياح فنختم بها هذا الحديث، فللرياح أربع: الشمال، وهي تأتي من ناحية الشام، وذلك عن يمينك إذا استقبلت قبلة العراق. وهي إذا كانت في الصيف حارة بارح، وجمعها بوارح، والجنوب تقابلها الصبا، تأتي من مطلع الشمس، وهي القبول، والدبور تقابلها. وكل ريح جاءت من مهبي ريحين فهي نكباء. ويقولون ليلة النكباء، سميت بذلك لأنها نكبت أي عدلت عن مهاب هذه الأربعة. أيها الأخوة والأخوات، كانت هذه الحلقة مختلفة تماما عما درجنا في تقديمه. وجزء من مهام هذا البرنامج هو برضو شيء من التعليم، أن نتعلم كلنا ونجدد كذلك الذاكرة، وننعش هذه اللغة الشريفة، اللغة الغنية، لغة القرآن ولغة أهل الجنة في الجنة. وأنا أتشرف والله أن أقدم هذا البرنامج مع اللغة العربية. أتساءل مع نفسي دوما: هل كفاني من هذا البرنامج 130 حلقة؟ لكن أعتقد أن هذه اللغة خلونا نسري على الأقل يعني نوصلها 200 حلقة، وبعد ذلك لكل حدث حديث. أيها الإخوة والأخوات، يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. كنتم مع حلقة في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة، وقدمنا لكم حلقتين متتاليتين ومتتابعتين من كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة رحمه الله. في الحلقة المقبلة ربما نذهب إلى كتاب آخر. حتى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.